تحية قول يا الحرية على عزيز. الجميع. تحية الحرية. الأصدقاء المسلمين دائما يطرحون علي سؤال: ماذا لو كنت على خطأ يا عزيز وطلع الإسلام حلوة فعلا دين تحية صحيح؟ الحرية دي، ده يديك نبذة كده أو يديك هنت. الناس الربوبيين دول ربوبيين ليه؟ بس الحلقة اللي فاتت عرفنا إن هو ولا ربوبي ولا حاجة، هو مسيحي في الآخر. بس مع إنكيس يعني هو ربوبي، فإيه اللي ممكن يخليه ربوبي؟ الحرية، أعمل اللي أنا عاوزه. كمل عزيز. هل قعدت بيوم مع نفسك وفكرت بعواقب عدم إيمانك بدين الإسلام؟ مو يمكن يطلع فعلا الإسلام دين صحيح والله موجود فتخسر وتكون في جهنم للأبد؟ ويقول لك أنا على الأقل لو كنت مخطئ فما في عواقب لمعتقداتي وسلوكياتي الخاطئة. بس ينسى هني الأخ المسلم بأن الاحتمالات العقلية كثيرة. أولا، أنا ربوبي المعتقد، بمعنى أنا أعتقد بوجود خالق مختلف عن آلهة الأديان، وهذا الخالق أعطى الإنسان هبة العقل، وأنا استعملت هذا العقل وتوصلت إلى وجوده، واستخدمت هبة العقل لاختبار ادعاء الأديان وتوصلت لعدم صدقها، وبناء عليه هذا الخالق الذي أعطاني العقل والضمير. إيه المعيار اللي أنت استخدمته يا عزيز؟ مش فاهم يعني أنت شغلت مخك وبصيت كده الإسلام غلط، إيه المعيار بقى اللي أنت ماشي عليه؟ مخك؟ العلم؟ طب أنت إيه في العلم؟ يعني أنت قاعد بتتكلم العلم العلم العلم، أنت بقى إيه في العلم؟ دراستك إيه يعني؟ ولا أنت تفهم ايه في العلم يعني؟ وكل ما الواحد ما بيتعلم اكتر كل ما بيوصل لربنا اسرع. انت بقى اتعلمت ايه؟ ولا انت خلصت الثانوي يا عزيز؟ هل انت خلصت المرحلة الثانوية whatever انت فين؟ الأخلاقي هو من قادني إلى عدم صدق الأديان، وقد يكون هذا الغاية من الاختبار، الصدق مع الذات. بالتالي يكافئني الخالق لصدقي مع ذاتي، ويعاقب الرب من عطل عقله، ويعني خصوصا أن هذه الأديان تحتوي على بعض الشرور المنسوبة لخالق الكون، كإنهاء حياة الآخرين وسلب ممتلكاتهم واستعباد نسائهم وأطفالهم. دي شرور يا عزيز، ان الواحد يجي يحاربني فانا اقتله وبدل ما اقتل مراته اخدها، وبدل ما اقتل ابنه اخده. ده كده شرور. صح، كمل عزيز. فبالمختصر يعني لو كان هناك خالق مختلف عن آلهة الأديان وأنت قاعد تكذب عليه، فأنت راح تعاقب بسبب أنك قاعد تنسب شرور وتعاليم وقاعد تكذب على خالق الكون. أما أنا الشخص الصادق مع انت كده ذاتي، صادق. فأنا أستحق انت بهذه فعلا الحالة تستحق أن كل خير. يكافئني الرب على الصدق، هيكافئك وأنت هيكافئك. تستحق انا العقاب كذاب على فعلا. الكذب اللي قاعد تنسبه إلى خالق الكون. ثانيا، هناك احتمال أن يكون الإله فعلا تواصل مع الأنبياء الاله تواصل مع الانبياء، يعني مش هو اللي بعتهم؟ ماشي. اكتشاف حقيقة المدعي. على سبيل المثال، أنتم عندكم المسيح الدجال راح يأتي بمعجزات عظيمة، فمن يصدق في ادعاءه سيذهب إلى جهنم، ومن ينكر ادعاءه ويكفر في ادعاءه سيذهب إلى الجنة. نفس هذا الاختبار قد يكون النبي محمد نفسه، إذا أنت صدقت في ادعاءه راح تذهب إلى جهنم، وإذا أنت كفرت في ادعاءه أو انكرت ادعاءه ستذهب إلى انت الجنة. بتقول ايه يا إذن عزيز؟ الاختبار أصلا أن محمد راح يجي يختبر عقلك، هل أنت فعلا راح تكتشف زيف دعواه أو أنك راح تصدق عزيز في. انت بتعمل ايه؟ انا مش فاهمك. يعني انت دلوقتي مين بقى اللي حذرك من النبي محمد؟ يعني مين اللي قالك هيجي نبي واي حاجة يقولها لك ما تسمعش كلامه؟ النبي محمد قال لنا على المسيح الدجال. مين بقى اللي حذرك من النبي محمد؟ مين؟ وقال لك ايه صفاته؟ انت ربوبي يا عزيز، ما تجيبليش ايات من الانجيل، عشان انا عارف الحلقة الجاية انت هتجيب ايات من الانجيل. عزيز انت ربوبي، ها؟ اثبت. انكرت ادعاءه ستذهب إلى الجنة. إذن الاختبار أصلا أن محمد راح يجي يختبر عقلك، هل أنت فعلا راح تكتشف زيف دعواه أو أنك راح تصدق في محمد بدون أدلة وراح تقول خلاص هذا ما وجدنا عليه آبائنا، فأنت بهذه الحالة ستذهب إلى جهنم لأنك عطلت هبة العقل اللي أعطاك انت إياها يعني خالق فين الكون. هبة العقل اللي انت عملتها؟ يعني انت استخدمت عقلك في ايه؟ معلش، انت دلوقتي جالك سيدنا محمد خاتم الانبياء وقال لك ده الاسلام، هتعبد ربنا بس ما تعبدش حد تاني، ولا تزني ولا تسرق، هتصلي، هتصوم،
هتزكي، هتتصدق، هتعمل عمرة، هتتجوز، هتخلف، هتربي، تموت، تخش الجنة. فين بقى اللي انت عملت فيه عقلك واكتشفت فيه ان الدين ده غلط؟ مش هو بس، كل الأديان غلط. فين بقى، فين العقل اللي انت فين يا عزيز؟ قد يعترض شخص ويقول معاذ الله أن يخدعنا ويستدرجنا إلى الهلاك. ونقول ردا على الأخ المسلم بأن الله وصف نفسه بالقرآن الكريم بأنه خير الماكرين، ومعروف أن المكر هو الخداع، وهو بالفعل يعني خدع الصحابة في معركة بدر عندما جعل محمد يرى في منامه أن عدد جنود الكفار قليل في معركة بدر، ولكن بالواقع هم كانوا أكثر، وهذا حتى يستدرجهم لحضور المعركة. فإذا كان الخالق ممكن أن يخدعك في بعض المواقف، فأنت ما تقدر تضمن. بص يا عزيز، عشان انت بص يا عزيز، عشان انت مش فاهم حاجة. موقعة بدر كانت أول معركة تقريبا للمسلمين، فربنا عشان يدخل المسلمين عارف إن هم لسه الإيمان مش راسخ فيهم، فعرفهم إن هم المشركين قليلين، فراحوا الغزوة لقوم كتير. هل المسلمين خدوا بعضهم وجريوا؟ لا، كملوا وحاربوا، وربنا أنزل ملائكته من السماء عشان تحارب مع المسلمين. فين بقى إن كده ربنا شرير أو حاجة؟ فين يا حبيبي؟ فين؟ انت عقلية واحد منهزم، انت انسان ضعيف. في اي حاجة فيها قتال، اي حاجة فيها قتل، اي حاجة فيها دم، اي حاجة فيها حرب، انت بتخاف من بس السيرة دي. انت عقلية واحد منهزم. انت الغرب خلاك عيل خايف، مش عارف اقول لك ايه الصراحة. محمد يرى في منامه أن عدد جنود الكفار قليل في معركة بدر، ولكن بالواقع هم كانوا أكثر، وهذا حتى يستدرجهم لحضور المعركة. فإذا كان الخالق ممكن أن يخدعك في بعض المواقف، فأنت ما تقدر تضمن أن محمد نفسه ما هو اختبار لك حتى يتم اختبار ضميرك وعقلك الإنساني. فأنت لما يأتيك شخص ويقول لك أنا رسول من عند الله ولا يقدم أي أدلة، بل بالعكس الأدلة كلها ضده. بحب انا كلامك يا عزيز في المطلق كده. هو جه وما قدمش اي ادله خالص، والقران ده مش دليل نهائي، بالعكس كل الادله ضده يا راجل. يعني الكلام في المطلق ده مفيش اسهل منه يا عزيز، يعني حاول تقلل منه شويه. ويأتي بتعاليم تخالف الضمير اللي أعطاك إياه خالق الكون. سيدنا محمد جاب كلام يخالف الضمير اللي اعطاني اياه خالق الكون؟ زي ايه يا عزيز؟ أنت بالتالي أمام اختبار. إذا أنت صدقته فأنت ستذهب إلى جهنم، وإذا أنت ما قلتش مثال يا عزيز. انت رميت برضو في المطلق تاني. ماشي. كذبت فأنت انتصرت لضميرك وعقلك الإنساني، ويكون هذا هو الاختبار. وهذه احتمالية ما تقدر أنت يعني تنسفها، لأن احتمالية عقلية موجودة. انا ما اقدرش انسف حاجه الصراحه، احتماليه وخاصة عقليه أن جامده بعض جدا. الكتب الأخرى تدعم طبعا. هذه الاحتمالية. عندك في سفر الملوك في الكتاب المقدس مثلا الله تواصل مع الأنبياء الكذبة حتى انت ربوبي، ما تستشهدش بالإنجيل، ما تستشهدش بالتوراة. الكتاب المقدس مثلا الله تواصل مع الأنبياء الكذبة حتى يخدعهم ويخدع الملك آخاب. النقطة الثالثة والأخيرة، نقول بأن هناك العديد من الأديان والعديد من الآلهة اللي مرت على كوكب الأرض، والعديد منها أيضا توعد في العذاب بعد الموت إذا أنت ما آمنت فيها. وحتى الأديان اللي ما توعدت، وهي قلة يعني، الأديان اللي ما توعدت لم تنفي يعني إمكانية العذاب بعد الموت. فبكل الأحوال احتمالات أن تكون على خطأ أعلى بكثير. ماشي، دي عقلية واحد لسه تايه في الدنيا. حلو، احب عقليتك يا عزيز. انت كده تايه وضايع وعاوز حد يدلك. بص يا غالي، في اديان كتير، ما اختلفتش معاك، في اديان كتير فعلا، وكلهم تقريبا ماشيين على نفس السياق. وده ان دل على شيء يدل على ان في انبياء كتير قوي نزلت على الارض، وكلهم كانوا بيقولوا بنفس الكلام، ولكن الاديان دي تحرفت، كل دين تحرف بشكل معين. ماشي، فاحنا هنا بقى ايه، عاوزين نقلل السكيل شويه. حلو، نسيبنا من اللي بيعبدوا البقر، واللي بيعبدوا الضفادع، واللي بيعبدوا التعابين، واللي بيعبدوا الفيران، واللي بيعبدوا الشمس، واللي بيعبدوا النار. انزل للديانات الإبراهيمية. عندك يهودية، مسيحية، إسلام، وتفر انت ديانة أهلك ايه. اليهودية
لو انت مش يهودي انسى ان انت تخش في اليهودية، فكده احنا شلنا اليهودية من قبل ما تدخل. عندك دلوقتي الاسلام والمسيحية. الاسلام بيقولك ان في ربنا وفي سيدنا محمد ده خاتم الانبياء والمرسلين، وفي قرآن، في تشريع الدنيا، ولازم وهدفك من الدنيا ان انت بتتعبد لربنا. يعني هو ربنا عملك عبد ليه تعبده ليل نهار، بس هو ده الهدف بتاعك من الدنيا. هتنجح في الاختبار بتاعك هتخش الجنة، هتفشل في الاختبار بتاعك هتخش جهنم. ده الدين الإسلام. لو عبدت حد غير ربنا هتخش النار. ماشي. عندك الدين التاني اللي هو الدين المسيحي. whatever انت ارثوذكس، بروتستانت، كاثوليك، انت عندك 3 آلهة في واحد، اللي هو الآب والروح القدس والابن المتجسد. لازم تعبد ال3، كل واحد فيهم أقنوم، كل واحد فيهم إله ورب، كل واحد فيهم إله كامل، الثالوث. طيب ايه الهدف بتاعك من الدنيا؟ هو مفيش هدف قوي. انت الابن نزل عشان يكفر خطية ابوك ادم، مات عشانك، خلاص اتعمدت دخلت الملكوت، ما تعمدتش انت في جهنم. ده الدين المسيحي. اختار لك دين من الاتنين وايه وكمل فيه. شفت انا سهلتها لك ازاي؟ يعني هو مفيش ديانات كتير، مش هنروح احنا نقول ياه ده في ديانات كتير، في بقر وفي تعابين وفي فران وفي بتاع. لا، ركز يا عزيز، مفيش غير ديانتين بس، الإسلام والمسيحية فقط. كثير من احتمال انك تكون على صواب، لكن ممكن هني مسلم يتذاكى يقول لك لا عزيز، بس احنا يعني نؤمن في بقية الأديان ونقول بأن المسيح وموسى وكل الأنبياء يعني هذول مقدسين عندنا. حلو النقطة دي يا عزيز. يعني أنا مش عارف أنت بتغني وبترد على نفسك، بس حلو. يعني أنت عاوز تقول يعني إن الإسلام إحنا كده كده بنؤمن بجميع الرسل، فإحنا لو المسيحية هي الصح فإحنا كنا بنؤمن بالمسيح، لو اليهودية هي الصح فإحنا كنا بنؤمن بسيدنا موسى. حلوة النقطة، رد بقى على نفسك. عزيزي أنت لا تضحك على نفسك، أنت قاعد تؤمن بالاسم فقط وتقول نفس الوقت عن كتبهم محرفة، فأنت أصلا لا تتبع تعاليمهم. أيوة أنا ما بتبعش تعاليمهم فعلا. تعبيط عزيز. سيدنا موسى لما نزل قال إيه؟ الوصايا ال10 كانت إيه؟ لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. إحنا بنعمل عكسهم، إحنا ما بنعترفش بالحاجات اللي هم نزلوا بيها. طيب سيدنا عيسى نزل قال إيه؟ ما جئت لأهدم الناموس. يعني سيدنا عيسى كان ماشي على الوصايا بتاعت سيدنا موسى، وإحنا ماشيين على الوصايا بتاعت سيدنا موسى. اختلاف تشريع بسيط ما بيننا وما بين التوراة. فين بقى اللي احنا هدمنا وما بنعترفش بكتبهم ومش عارف ايه؟ احنا ما بنعترفش بالكتب اللي موجودة دلوقتي، بس التشريع الأساسية موجودة هي يا عزيز. ركز يا عزيز، انت المفروض يعني راجل بتفهم في العلم يعني وجامد جدا. بالنسبة للإيمان المسيحي والإيمان اليهودي هذا أشبه بالبهائي والقدياني، عندك يؤمنون بمحمد بالاسم ولكن لا ينفذون تعاليمه، وأنتم نفسكم تقولون أن هؤلاء اللي القديانيين والبهائيين وغيرهم، أنتم نفسكم تقولون هؤلاء في جهنم لأنهم غير مؤمنين بشكل حقيقي، فقط يؤمنون بالاسم. وكذلك أنت يعني بالنسبة للمسيح أنت تؤمن بالاسم لكن ما تنفذ تعاليم المسيح، ولا أنت أصلا مؤمن في العقيدة المسيحية. فلو ظهر مثلا أن المسيح هو الله الظاهر بالجسد فأنت خلاص مبروك عليك جهنم، جهنم خالد مخلد فيها، حالك حال بقية الأديان. تاني الخلاصة ليه يا عم؟ هو الكلام ده فين أساسا في الإنجيل؟ يعني كلمة الله ظاهر بالجسد دي فين في الإنجيل؟ جيبها لي كده من الإنجيل ويا عم أنا هبقى مسيحي من بكرة. في إيه يا عم؟ إهدى كده. خلاص مبروك عليك جهنم، جهنم خالد مخلد فيها، حالك حال بقية الأديان. الخلاصة الاحتمالات العقلية يعني متعددة، ونسبة انك تكون على خطأ هي اعلى بكثير من انك تكون على صواب. نسبة ان انا اكون على خطأ اعلى بكثير من ان انا اكون على صواب يا عزيز. فين الارقام؟ فين الحسابات اللي انت عملتها؟ فين؟ انا قلت لك اهو هما 3 اديان، يهودية اوف، عندك مسيحية واسلام، دين بيقول لك 1 ودين بيقول لك 3 بس. فين بقى احتمالية ان اكون خطأ اكتر بكتير من ان اكون صح؟ فين يا عزيز؟ خلص الفيديو. ماشي يا عزيز.